استاذ عمر. السلام عليكم، الله يعطيك العافيه شيخنا. شيخنا اذا سمحت، تفضل. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. نحن هي فرصه وجودك معنا. نعم. بهالولائم شو رايك بهيك الولائم؟ يعني صحه الولائم من السنه اكيد، تحكي لنا عن الوليمه بمختصر. نحن شرف تطلع على صفحتنا. الله يبارك فيك. اولا انا بتشكرك لك قبل الوليمه. هذا واجبي، انا خادم. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. الوليمه النبي عليه السلام امرنا ان نولد، تمام، وهي شعار لافراح المسلمين بشكل عام، ونحن شعارات المسلمين يجب ان ترفع من جديد حتى يرتفع الإسلام. نعم. ليس بشعار الوليمة فحسب، يعني لا نريد أن نلفت الأنظار نحو الولائم. هناك شعارات كثيرة للمسلمين قد ضاعت، وعلى المسلمين اليوم أن يحيوا هذه الشعارات، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا سنة من سنني عند فساد أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. والشاهد بالكلام الرائع أن أحد الصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، 100 شهيد منا أم منهم؟ يعني منا نحن الأصحاب أم منهم في آخر الزمان؟ وعليه الصلاة والسلام يقول: بل منكم أنتم الأصحاب. يعني تصور هذا المعنى العميق، أن الصحابة رغم هذا الأجر وهذا الوعد الرباني لهم الكبير، الذين ضحوا بكل شيء من أجل دينهم، دمائهم، أموالهم، نفوسهم، من أجل هذا الدين، ينال الإنسان بإحياء شعيرة، بإحياء سنة، مثل أجر 100 صحابة ومن الشهداء. 100 شهيد من الصحابة، 100 شهيد من الصحابة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أجر 100 شهيد من الصحابة. فيقول أحدهم: يا رسول الله، لما؟ يعني نريد أن نعرف ما هو السبب. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. أي أنتم في آخر الزمان، هم في آخر الزمان لا يجدون على إقامة دينهم وعلى إقامة شعائرهم أعوانا. الكل ضدهم، الصالح محارب، التقي ترمى السهام من حوله تماما، المستقيم يجد المكيدة حتى من أقرب الناس إليه، خاصة من ذي الوجهين الذي يكون أمامه في وجه ومن خلفه في وجه آخر. فأما أنتم يا أصحابي فإنكم تجدون على الحق أعوانا. فالشاهد، أعيد لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: لأنهم لا يجدون على الحق أعوانا، أو لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. في آخر الزمان لا يجد المستقيم من يساعده أو يساعده على إقامة هذه الاستقامة. وجزاك الله عنا كل خير. الحديث يطول، لكن جزاك الله كل خير شيخ محمود، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا أستاذ. السلام عليكم. الله